الاهلي في مواجهة صعبة جدا قدام بالميراس البرازيلي، قدام فريق من امريكا الجنوبية، ولازم الاهلي يكسب على الاقل ماتش من الماتشين دول ويتعادل في الماتش التاني علشان يقدر ان هو يصعد من المجموعة دي. فصلي على النبي كده وتعالى نتكلم عن ايه اللي حصل في الماتش اللي فات قدام انتر ميامي، والاهلي قدامه ايه قدمه قدام بالميراس. يلا بينا. مبدئيا شوية كلام بس كده على الأهلي قدام انتر ميامي. الأهلي قدام انتر ميامي عمل شوط أول عالمي، دخل الشوط الأول يعني هد عليهم الملعب، هجمات هجمات هجمات، وسام أبو علي يروح ويضيع، مش عارف إمام عاشور يروح ويضيع، تريزيجيه يروح ويضيع. الأهلي كان وصل من كتر الهجمات لدرجة إن هو اتحسب له ضربة جزاء في آخر الشوط الأول، حصل عليها جدل كتير كده ما بين تريزيجيه وزيزو وكمان وسام ابو علي، لان المفروض وسام ابو علي هو المسدد الاول لركلات الجزاء جوه النادي، ولكن تريزيجيه كان حابب ان هو يشوط الكوره في الماتش ده. وبالفعل تريزيجيه اخد الكوره وكان هو اللي سددها يعني، ولكن للاسف تريزيجيه بيضيعها. واللي الكرة دي اللي بتعمل له مشاكل بعد كده، واللي هو بنفسه طلع اعتذر عنها، وطلع اعتذر على ان هو اخد الكرة من وسام، وطلع اعتذر عن الموضوع ده كله. ولكن الاهلي ما عندهوش هزار في الحاجات دي، والاهلي راح نزل عليه عقوبات بسبب ان هو اخل بالتدريج بتاع مسددي ضربات الجزاء في الماتش. بداية التشكيلة كانت كويسة، ما كانش عندي فيها أي مشكلة، غير إن أنت عندك كمية وينجات فظيعة. يعني أنت عندك زيزو وطاهر وحسين وبن شرقي وتريزيجيه وجراديشار، كل دول، وفي الآخر لعبت باتنين مهاجمين وخليت إمام عاشور هو اللي يبقى المفروض يعني على الورق هو الجناح يمين. هو كان بيخش في نص الملعب، وبالتالي الجناح اليمين ده كان كله مسؤولية محمد هاني. فانت عندك على الدكة حسين وطاهر وزيزو وعندك كذا لعيب، فانت كان ممكن تنزل لعيبة من دول من الشوط الاول هو الاجنحة اليمين. فعشان كده انا دي ضايقتني جدا وما كنتش قادر ان انا افهمها. وطبعا الف سلام على امام عاشور، اللعيب اللي اتصاب اصابة صعبة شوية بكسر في الترقوة. الله اعلم لسه هيغيب عنها قد ايه، لسه الكلام برضه ما طلعش. ولكن امام عاشور لسه مع الاهلي ولسه حابب ان هو يدعم اللعيبه، ما رجعش مصر، سافر معاهم علشان يبقى في التأهيلات بتاعه ماتش بالميراس ويكون واقف مع اللعيبه ويديهم الدفعه المعنويه. وبيخلص الشوط الاول بسيطره كامله للنادي الاهلي، مفيش غير كره واحده بس كانت كره شالها يعني وسام ابو علي من على الخط، ككره خطيره جدا بالنسبه لفريق انتر ميامي. فكان شوط اول عنوانه سيطره للنادي الاهلي، والمفروض ان هو يطلع كسبان فيه اربعه مستريح مستريح، عشان نخش في الشوط الثاني ولاعيبه النادي الاهلي تبدا ان هي البدني بقى بتاعها يقع منها، ويبدا الارهاق يبان عليهم. والناحيه التانيه ميسي ما تستفزوش، فياسر ابراهيم دخل استفزه في واحده، مش عارف مين دخل استفزه في واحده، فده يعني نزل بقى الشوط التاني. بيلعب على الواقف، ولكن كان خطير في شويه كور، خاصة في آخر الماتش. آخر 5 دقايق في الماتش الأهلي اتراح عليه بكمية كور غير طبيعية، وكمية كور وكرانر غير طبيعية، خلت محمد الشناوي يعني يبقى بيستاهل ان هو ياخد رجل المباراة من كتر الكور اللي شالها. شال كرة من ميسي وراحت في العارضة كده، وشال كرة تانية صدها بدماغه، وشال كرة تالتة مش عارف مين ومش عارف مين شال كرة من على الخط. وكانت يعني حصل اخر 5 دقايق دول انتر ميامي كان عمال يعمل فرص خطيرة جدا من الكرات الثابتة، خاصة الكرانر مش طبيعية. فهو كان اداء ماتش اول من الاهلي حلو جدا، بان فيه لعيبه كتير جدا ان هي كويسه ومركزه، الشناوي، ياسر ابراهيم، وخط النص امام عاشور طبعا في ال10 دقايق اللي لعبهم كان كويس، ومحمد علي بن رمضان اللعيب اللي ما شاء الله كواليتي تانية في خط نص الاهلي، كان لعيب حلو جدا. انا ما فهمتش قوي هو ليه خرج من بدري كده، ولكن هو لعيب حلو قوي قوي قوي. وانت اصلا كده كده عندك مروان عطية وحمدي فتحي، الاتنين برضو كانوا كويسين. وهجوميا طبعا بعيدا عن ضربة الجزاء، ولكن تريزيجيه انا شايف ان هو من اهم الشخصيات المؤثرة في مصر في الكورة في اخر 10 سنين كده ولا حاجة، بعيدا عن صلاح يعني. فانا بشوف ان تريزيجيه واحد من اهم اللعيبة في مصر، فطبعا تريزيجيه كان كويس جدا.
وحلو، وكان بياخد الكور وهات انا هطلع بيها وهعمل انا الريسكات، وكان حلو قوي. وكمان وسام ابو علي ما شاء الله برضو كالعادة بتاعته كان كويس جدا. والاهلي حاليا بيتصدر المجموعه بسبب قواعد الانذارات، لان لو انتم متعادلين في النقط في الاول بيشوفوا المواجهات المباشره، بعد كده فرق الاهداف جوه المواجهات المباشره، ومين سجل اهداف اكتر ومين سجل او دخل فيها اهداف اقل برضو جوه المواجهات المباشره. بعد كده بيطلع لفرق الاهداف عموما والاهداف المسجله عموما. بعد كده لو كده يعني كل دول خلصوا تعادلات، وطبعا المجموعه ما شاء الله الاربع فرق اتعادلوا 0-0، فبنروح بعد كده للانذارات. فالاهلي متصدر بسبب لوائح الانذارات مش بسبب الابجدي زي ما الناس بتقول. الاهلي هو اقل فريق حصل على انذارات في الماتش بتاعه ده يعني، فالاهلي هو حاليا المتصدر للمجموعه. وبسبب زي ما قلت لك قواعد ان انت لو متعادل مع فرقة تانية في النقط فبنروح للمواجهات المباشرة، فالاهلي لو كسب بالميراس او كسب بورتو في الحالتين غالبا هيصعد للدور التاني، بسبب ان انت لو كسبت بالميراس فانت بقى معاك 4 نقط وهي معاها نقطة واحدة بس. تكسب انتر ميامي هيبقى معاها 4 زيك فمش هتفرق. انتر ميامي تكسب اسمه ايه ده بورتو مثلا، وتكسب بالميراس بقى معاها هي 6 نقط، وبورتو مثلا جت كسبت الاهلي بقى معاها هي 4 نقط. فلسه الموضوع بقى هيروح يعني، هي دي الحالة الوحيدة اللي تخرج الاهلي ان انتر ميامي هي اللي تكسب الماتشين بتوعها. ولكن لو بورتو كسبت ماتش مثلا وتعادلت التاني فالاهلي هيبقى مرشح جدا ان هو يصعد. يعني حالة خروج الاهلي الوحيدة ان انتر ميامي هي اللي بتبقى بتكسب الماتشات وهي اللي تبقى معاك متعادلة معاك في النقط. لكن لو بالميراس تعادل مع الاهلي في النقط ان هو كسب انتر ميامي اخر ماتش مثلا، فساعتها الاهلي هو اللي هيبقى ليه اليد العليا بسبب ان هو كسب بالميراس في المواجهات المباشرة. ونروح بقى للتحضير للماتش بتاع النهارده اللي هيبقى الساعة 7، ماتش الاهلي قدام بالميراس. الماتش اللي انا شايف ان هو هيكون صعب جدا على الاهلي. انت كان عندك فرصة الفوز باول مباراة دي قدام انتر ميامي، ولكن ان شاء الله خير. للاسف الاهلي قدام فرق امريكا الجنوبية ما كسبش ولا ماتش لحد دلوقتي. والمشكلة التانية ان فرق امريكا الجنوبية يعني هنبدأ نتكلم شوية عن بالميراس هم حاليا الدوري شغال عندهم، يعني الدوري ابتدى عندهم دلوقتي. يعني هما دلوقتي بالميراس لعب 11 ماتش، فرقة نقطتين عن المركز الاول. هي في المركز الرابع بس الاثنين او الثلاثة اللي فوقيها منهم 2 لاعبين ماتش زيادة. فهي سهل جدا تبقى في المركز الاول او حتى على الاقل المركز الثاني. فهم في عز الدوري، فاللعيبه بتاعتها في التوب فيتنس بتاعها مش زي الاهلي بيفنشوا السيزون. فطبعا عشان كده لعيبه الدوري البرازيلي او فرق يعني الدوري البرازيلي كلها مأديه اداء حلو قوي في البطوله، بسبب ان هم يعني هما في الهاي بتاع الريتم بتاعهم. فعلشان كده مش جايين مخلصين سيزون زي مثلا فرق اوروبا والاهلي والعين والهلال والحاجات دي. فعلشان كده هم جايين في التوب فورم بتاعهم، فالموضوع هيبقى اصعب شويه. خاصة بقى ان بالميراس ده كمان فيه لعيبة جامدة جدا. فيتور روكي ده كان بيلعب في برشلونة ورجع تاني او راح تاني يعني بالميراس. في كمان استيفاو ده وينج ناشئ جامد جدا رايح تشيلسي. في عندك فيليبي اندرسون كان في لاتسيو كان في كذا فرقة، فعندهم تشكيلة يعني مرعبة. فالموضوع صعب قوي قوي قوي، ولكن ربنا يسهل ان شاء الله. يعني اتمنى اشوف شوية تغييرات في التشكيلة. زيزو لو هيبدأ ماشي ابدأ بيه، ولو انت بتتكلم يعني ان هو ما يقدرش يكمل 60 دقيقة فابدأ بيه من الاول علشان يبقى عندك خيارات تانية من على الدكة. فربنا يستر. انا شايف ان ماتش زي ده من الماتشات اللي هيبقى فيها حركة كتير وهم بيضغطوا عالي جامد قوي. لازم واحد زي ديانج مثلا يبقى موجود في الماتش ده. محمد علي بن رمضان اكيد يعني ما شاء الله بمستواه ده لازم يبقى موجود هو كمان. مثلا ممكن تبدأ الماتش بزيزو، او لو انت حابب ان زيزو ما يبقاش بيبدأ الماتش تبدأ بطاهر او بحسين، تمام. ف لازم تركيز عالي قوي للماتش ده، لان هم مش مجرد فرقه عندها كواليتي عالي وفي التوب فيتنس، لا كمان هم متعودين شويه على الاجواء، وكمان هم عندهم ضغط عالي مش طبيعي. اللي عملوه قدام بورتو
كمية ضغط 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 ضغط، فالموضوع هيبقى صعب قوي. لو حبيت ان انت تبني لعب بقى من ورا وتطلع بالكرة من على الارض والقصص دي، هيبقى الموضوع صعب قوي. وبس كان كل فيديو النهارده. اعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن الفيفا وعن الكورة عن الفانتسي. سلام.